أهلا بالصبايا. النهاردة أنا جاي أكلمكم على نوع من أنواع المكسرات. بس هو نوع مهم لينا جدا جدا ومفيد، ويعتبر يعني إيه ضربنا كده عصفورين بحجر، يعني يعتبر تسالي وفي نفس الوقت يعتبر علاج للغدة الدرقية، وخصوصا الناس يعني اللي بتعاني أو يعني حاسة إن في تحليلاتها إن الغدة الدرقية يعني بتميل للكسل. فأنصحهم بتناول حبتين في اليوم من الجوز البرازيلي. أيوة، أنا جاي أكلمكم عن الجوز البرازيلي. ادي كده شكل الجوز البرازيلي زي ما انتم شايفين. ادي كده شكله مطول كده شوية. هو نوع من انواع المكسرات، لكن غني جدا جدا بمادة السيلينيوم والسيلينيوم دوت مش عاوزة اقول لكم مفيد قد ايه لكل اجهزة الجسم. واهم حاجة انه بيرفع المناعة، والاهم جدا ان هو بينظم الغدة الدرقية وبيحافظ على صحة الغدة الدرقية. بس زي ما قلت كده ان حبايتين كويسين جدا في اليوم اذا تناولنا الجوز البرازيلي. حبايتين يا جماعه كفايه جدا جدا في اليوم، زي دول كده تناولنا كده حبايتين حلوين قوي. يا ريت ما نكترش عن كده، لان الزياده في السيلينيوم بيسبب تسمم سيلينيوم. يعني بينطبق عليه المثل اللي بيقول الشيء اللي بيزيد عن حده بينقلب ضده. اي حاجه طبعا في الدنيا بنزود فيها بزياده يعني عن المفروض نتناوله اكيد بيسبب لنا تسمم او بيسبب لنا ضرر. حتى الميه، اللي بيزود قوي في الميه عن احتياج جسمه اليومي بيجيله برضه تسمم مائي. فده برضه كذلك، يعني اللي هيتناول كميه كبيره من الجوز البرازيلي يعني مش هيكون بالنسبه له احسن حاجه. فكويس قوي قوي اذا تناولنا حبتين في اليوم. وطبعا خصوصا يعني ان هو بصراحه يعني ايه غالي شويه. فيعني انصح كل الصبايا يتناولوا حبايه او اتنين في اليوم، او مرتين ثلاثه في الاسبوع، علشان يحافظوا على صحه الغده الدرقيه بتاعتهم. وكمان هيستفيدوا من كل الفيتامينات وكل المعادن وكل الدهون الصحية اللي موجودة في الجوز البرازيلي. فبالتالي هيفيدوا صحة جسمهم كله، سواء بقى الجهاز الدوري يعني القلب والكوليسترول والذاكرة. وكمان مهم جدا جدا للمناعة. طبعا مش عاوزة أقول لكم إن السيلينيوم دي مادة مفيدة جدا جدا لجسمنا، سواء بقى في رفع المناعة أو كمان في الحفاظ على صحة الغدة الدرقية. يا ريت نشير المعلومة دي لكل الصبايا علشان الكل يستفيد منها، وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.